اهلا. شكرا. امضي. ماشي. شكرا. يا بنتي ارحميني بقى بالكراكيب دي. في ايه؟ انا مش عارفه اقعد في البيت، انا عمري ما كان بيتي بالشكل ده. ايه الكركبه دي كلها؟ الله. بصي والنبي الحلاوه، بصي يا لهوي. النجفه يا اختي، النجفه، حرام عليكي. ماما مش هكسر لك البيت والله العظيم، ما تقلقيش. ها وريني يا اختي. بس لا حلوه حلوه قوي، بس قولي لي يا اختي هتحطيها برضو جنب الكراكيب؟ طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا بقالي شهرين بدور الحاجات اللي بعرف ابعتها عند جايده بعمل كده، والباقي في المكان الجديد ان شاء الله. اصبري بقى شويه يا بنتي انت عنيده، ما قلتلك تعالي ننزل مع بدر البواب، هو هيورينا مكان حلو، لكن انت تقولي لا سماسره لا. خلاص يا ماما زمصر ما عنديش مشكله. بجد وافقتي؟ والله العظيم خلاص. طب بقى. خلاص بس بقى انا فرحانه، ما تقعديش تنكدي عليا. الله. بس بتاعت بكار دي ايه؟ استني بس يا بنت انت. قولي لي يا جميله، هو انت يعني شغاله كده وبتكسبي؟ يعني ايه؟ فين السؤال؟ يعني بتكسبي فلوس، بتاخدي فلوس على الحاجات دي؟ ايوه طبعا بكسب، بس مش بالطريقه اللي انا عايزاها. بصي هقول لك على حاجه، انت عارفه انا بعمل ايه؟ انا باخد الحاجات اللي البنات بتعملها على الجروب وببيعها وباخد نسبه. البنات بقى اللي مش متعلمه بنجيب حد يعلمها، وكمان بنبيع منتجاتهم. فالمكان الجديد ان شاء الله اللي احنا هنجيبه يا ست الكل يا قمر انت ده هيبقى احسن للتعليم والعرض. ايه رايك بقى؟ لا حلو. بصي بقى حلو الشنطه وحلاوتها. الله الله. عارفه يا بت، ايه؟ لو اختك رضوى كانت هنا كانت باعت معاكي اللي بتشتغلوا بالكروشيه والتريكو. والله عندك حق. وحشتني قوي بنت الايه دي. وانا كمان والله العظيم. بكره تاخد اجازه لحد ما نشبع منها. عقبالي اللي في بالي يا رب يا رب. اعملي لنا محشي يا ماما لما العريس يجي يا اختي.